النهارده هاعمل معاكم سينابون بطريقة لذيذة جدًا ومغذية جدًا، المكونات موجودة عندِك في البيت، وهتبقى أحلى سينابون في حياتِك هتعمليه. هنقول المقادير ونشتغل على طول. نُص كوباية زبدة، ربع كوباية سكر، 3 معالق كريم شانتيه، بيضة، 3 معالق لبن بودر، نُص كيلو دقيق، معلقة خميرة فورية، كوباية مَيّة، ذرة ملح، نُص معلقة بيكنج باودر، دي مقاديرها. بنعمل الحشو بتاعها سكر وقرفة ومعلقة كاكاو ومعلقة عسل. أوكي، دي الحشو بتاعها سهلة جدًا، حسب ما أنتِ عايزة كمية الحشو تكتّري الكمية. هنحط المقادير، أدي السكر، أدي الزبدة، أدي الكريم شانتيه، أدي معلقة الخميرة، ذرة الملح، ذرة أو ربع معلقة أو نُص معلقة البيكنج باودر، و3 معالق لبن بودر، وكوباية المَيّة والبيضة. طبعًا هنحط فانيليا في الشغل. هنقلّب كل المقدار كده، طبعًا والمَيّة تكون دافية، أهم حاجة. حطينا الدقيق، هنبتدي نقلّب كل المقادير مع بعض كده. طبعًا أنا مسرّعة الفيديو بطريقة مش ممكن عشان الفيديو كبير جدًا وعشان ما يطولش معاكم أكتر من اللازم. هنا هنحط طبعًا الدقيق، هنعوز طبعًا كمية دقيق صغيّرة حسب الدقيق اللي أنتِ بتشتغلي بيه. هنحط حوالي ربع كوباية وهنبتدي نشغّل العجينة ونعجن فيها بالطريقة دي. أنا عايزاها بتلزّق بالمنظر ده. أنا عايزاها تلزق يا جماعة بالمنظر ده، أنا مش عايزاها عجينة يابسة عشان السينابون يطلع طري وهش في نفس الوقت. هنجيب البولة اللي إحنا عجننا فيها، نحط فيها شوية زيت، وهنبتدي نحط فيها العجينة ونسيبها تخمر حوالي نُص ساعة. هنا خمرت، بُصّوا ما شاء الله عاملة إزاي. هنقلب العجينة كده مع بعض، هنبتدي نرش رش دقيق على الرخامة وهنبتدي نفردها بالنشابة، سمك معقول، لا رفيع ولا تخين. ومش رفيع أوي زي ورقة السيجارة، لأ هو رفيع بس مش زي ورقة السيجارة، رفيع بحيث إن هو لمّا تخمر ما تتقطّعش معانا. هنفرد العجينة بالمنظر ده على شكل مستطيل. أنا مسرّعة الفيديو يا جماعة، يعني حاولوا تركّزوا كده عشان سرعة الفيديو ما تاخدكوش معاهم. بُصّي أنا عملت العجينة مستطيلة إزاي. في نفس الوقت أكون محضّرة نُص كوباية زبدة. نُص كوباية زبدة هنحطها على العجينة ونفردنا بإيدينا كده لحد ما نكسي العجينة كلّها بالزبدة. بُصّوا، أنا فرشت كل الزبدة عليها. طبعًا النُص كيلو هيعمل مستطيلين، يعني ده مستطيل واحد من النُص كيلو، يعني أنا هاصوّر على مستطيل واحد، إنّما هو بيعمل مستطيلين. واخدين بالكم أنا أقصد إيه؟ هنرُش بقى القرفة والعسل والسُكّر. طبعًا اللي عنده سُكّر بُني ما فيش لازم للعسل، أنا حاطّة عشان حطّيت عسل عشان حاطّة سُكّر أبيض، معلقة عسل على السُكّر الأبيض. أوكي، هنبتدي نفرد كده الحشو ونضغط عليه عشان يمسك في العجينة بإيدينا كل ده. زي ما أنتم شايفين كده وزعت الخليط كله على العجينة، في نفس الوقت بالنشابة هاضغط بالنشابة على الحشو عشان يمسك كويس في العجينة. هنبتدي بقى نلفها زي الرول. بصوا، من الحرف كده هنلفها رول لحد ما نلف العجينة كلها. بص الرفع العجينة رفعها حلو جدًا، أنا عايزاه بالطريقة دي. هنلف الرول كده ونضغط عليه زي ما أنتم شايفين، مش نلف وخلاص، لأ نلف ونضغط، ندخّل جوّه بإيدينا كده ونضغط. خلاص كده السينابون خلص. هنضغط عليها بالمنظر ده الفتحة عشان ما يتفتحش مننا وهو بيستوي. بُصّي أنا باعمل إيه بصوابعي عند الفتحة طرف العجينة، نبتدي نضم كده بإيدينا. خلاص، هنجيب بقى السكينة ونقطّع حسب السمك اللي أنتِ عايزاه أو الطول اللي أنتِ عايزاه في السينابون. بُصّي ما شاء الله الرول عامل إزاي، يتاكل وهو ني. باعلّم كده بالسكينة وهتبتدي نقطّع السينابون حسب الطول اللي أنتِ عايزاه في القطعة. أنا عملته قطع متوسطة، أنا ما باحبّهوش يعني طويلة أوي أو كبيرة أوي، لإنه بيكبر وبيزيد في الحجم عند السِوَى والتخمير.
هنجيب صينية ونحط عليها ورقة زبدة وندهن ورقة الزبدة، وهنرص السينابون ونضغط عليه واحنا بنرصه كده، وتكون مسافة متباعدة بين كل واحدة وواحدة عشان ما يمسكش في بعض. بصوا كده انا خلصت كده الكمية، او هرص الصينية كلها الكمية اللي قدامي، وهنكرر العملية في النص العجينة التانية بنفس الطريقة. يعني احنا قسمنا العجينة على قسمين، قسم عملته اهو والقسم التاني هعمله بقى مع نفسي، وخلاص على كده. انتوا هتعملوه بقى على قسمين عشان تقدروا تشتغلوا فيها، ما تبقاش كبيرة قوي وانتوا بتشتغلوا. هنسيبه بقى يختمر كده نص ساعة تاني، وهنغطيه وهنحضر الحشو او التوبنج اللي هو بيتحط من فوق. كوباية زبدة تكون في حرارة الغرفة، حوالي 8 قطع جبنة كيري، وكوباية سكر، كوباية سكر بودرة. وهنحضر معاها ربع كوباية لبن. دي 8 قطع جبنة كيري، جبنة كريمي، أي جبنة كريمي تنفع معاكي. شوفوا بقى هنا بعد ما اختمر، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. القطعة الصراحة ولا اتفكت ولا جرالها حاجة. وهنحطها في الفرن على درجة 200 لمدة 10 دقايق، وهقول لكم ليه 10 دقايق بالظبط واحنا بنشتغل. هنبتدي بقى نضرب التوبينج. ادي ربع كوباية اللبن، هنبتدي بقى نضرب بالمضرب لحد ما الخليط كله يتجانس ويبقى كريمي خالص. ممكن لو بتحبي الليمون ممكن تضيفي على التوبينج ده نص ليمونة، لو بتحبي الليمون يدي مزازة، بيدي طعم حلو قوي برضو. بصوا هنا بقى كريمي ازاي بعد ما ضفنا اللبن. خلاص ادي التوبينج اللي احنا عايزينه. انت بقى تعملي، عايزه التوبينج ده اعملي، عايزه تعملي صوص شوكولاته، عايزه تعملي صوص كراميل، اللي انت عايزاه، بس احنا بنحبه بالتوبينج ده. ممكن تحطي كله على بعض، يعني تحطي التوبينج ده وتقومي عامله صوص كراميل تحطيه فوقيه، او صوص شوكولاته تحطيه فوقيه، زي ما انت عايزه، ده حسب مزاجك. كده خلصنا التوبينج خلاص، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى حطينا السينابون في الفرن لمدة 10 دقايق. شوفوا بقى هنعمل ايه. هنطلعه من الفرن، وهكون جايبة علبة كريمة لباني وهنضيفه عليه. طبعا انا حبيت اضيفه بالعلبة، ما نفعش، بينزل المية والكريمة جوه الصوص بتاعها، يعني الشرش بتاعها، فضفته في كوباية وقلبته مع بعض وبالمعلقة وحطينا زي ما انتوا شايفين. بقى الكريمة دي بقى بتديلها طراوة فوق الوصف وطعم خطير، جربوه هيعجبكم جدا، لان العجينة او سينابو بتشرب منها، عقبال ما تكمل سواها بتكون شربت الكريمة كلها، بتطلع تحفة. بص اول ما حطيته بصوا اتشرب ازاي، واللي نزل في الصينية السينابون هيشربه من تحت زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص كملت سواه، هيطلع بالمنظر الجميل ده. هنحط التوبنج وهو سخن. ادي السينابون وادي التوبنج، وهتاكلوا احلى سينابون ممكن تاكلوه في حياتكم. كده خلصنا وحطينا التوبنج على الوش، وهنسيبه بقى لحد ما يتشرب منه وكله هيندمج مع بعض. في نفس الوقت هكون محضرة عين جمل هحط فوق الوش. انت عندك مكسرات، عندك اي نوع من المكسرات تحطي، ما تحطيش مكسرات خالص، حسب ما انت عايزة. طبعا بزود التوبنج. هنا خلاص بقى هحط المكسرات، وده احلى سينابون هتعمليه، واحلى من السينابون اللي انت ممكن تجيبيه من بره من افخم المحلات. هنا هنحط بقى العين الجمل بعد ما خلصنا التوبنج على الوش. عندك مكسرات حطي، ما عندكيش مفيش مشكلة، مش هيقول لا. رصينا كده المكسرات على السينابون، وهنا يبقى خلصنا كمية السينابون اللي احنا عملناها. واعمليه وان شاء الله هينور رضاكي
ولادك هيحبوه جدا جدا، ومش هتشتري السينابون من بره تاني. ليه نشتريه بالغالي بما اننا احنا نقدر نعمله في البيت بأرخص المكونات؟ مش بأرخص المكونات، يعني نقدر نعملها بأنضف المكونات والموجودة عندك في البيت. مفيش حاجة رخيصة الأيام دي الصراحة، احنا في أيام مش ممكن. وربنا يلطف بينا في الأيام اللي احنا فيها دي وتعدي على خير. ايه رأيكم بقى؟ أكيد مفيش أحلى من كده سلمون. يا ريت يا ريت يعني لايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك اللايك لايك عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. وأنا أحب طبعا تعليقاتكم لأنها تهمني جدا 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 جدا، والله ببقى سعيدة بيها قوي قوي لأن فعلا بتسعدني. يلا بقى اعملوها لأطفالكم وليكم، وإن شاء الله هتبقى أحلى سينابون هتاكليه من إيدك الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لونهم وحش قوي الكوبايات اللي احنا جبناها من عند سيد. خليني بقى اكرههم قبل ما استعملهم. انا عندي كلهم اتقشروا. احمر ده كله بقى من نقط ابيض نقط ابيض. حمينا فيهم يعني انا صح. هو ايه ده؟ سايباه يخمر؟ ولا فرق معايا. بصي 3 كوبايات ونص عملوا كام واحده؟ 10 وحدات. المفروض يطلعوا 12 واحده بس انا ايه ما في حاجه